انتوا حركوه منيح وعن طريق خفقت البيض قدموه. هي بدل اللون يتغير، خلاص بنكتفي بهذا اللون. بنبدأ هالوقت بنحط الشوربة، بنخلي الكريمة وبنخلي المشروم بالاخر. يعني لو ما في خلاط او في عذر يعني ما تستخدموه. هي بدل اللون يتغير، خلاص بنكتفي بهذا اللون. بنبدأ الوقت بنحط الشوربة، بنخلي الكريمة بنخلي المشروم بالاخر. هي هيك بالاخير كله حيتجانس الوقت مع الشوربة. دلوقتي نضيف الشوربة. في بحط مية عادي يعني، بس انا بفضل عشان يطلع طعم كتير طيب. انا حرك فيها تدريجي طبعا، مش على طول بتحطوا المية مرة واحدة. شوف لوحده على طول بصير ناعم بيذوب في المي. انتوا بتحطوا الكمية اللي بدكم اياها، طبعا هي كمية قليلة، 10 حبات لازانيا انا حطيت، وبالتالي هي كمية مناسبة. طبعا انتوا بدون ما احكي الكمية، المقادير كويسة، المقادير حتميزوها لوحدكم. شوفوا مش محتاج خلاط، ان احتاجتوا اشي ممكن تصفاي، مش داعي خلاط. طبعا انتوا شايفينها سائلة، ده امر طبيعي لانه لازم تكون على النار. لما تحطوها على النار بتصير جامدة، بتصير كثيفة يعني. حسيتوا انتوا بدكم اكتر مية او اكتر حليب، يعني تكتروا الكمية اكتر، تعملوها خارج عن هذه، يعني مش بنفس الوعاء نفسه، خارجية. بعدين بتضيفوها بعد ما تذوبوها على الوعاء الاولاني، بعد نحطها على النار. طبعا بدون ما احكي الكمية، المقادير كويسة، المقادير حتميزوها لوحدها. شوفوا محتاج خلاط، ان احتاجتوا ايش ممكن تصفوا يعني. ننتظر الوقت يغلي. هاي بدأ بالغليان، نضلنا نحرك. هو قريب من البشاميل، قريب من البشاميل، بس احنا نحط شوية اضافات عليه. نضل نحرك فيه على بين ما يتكاثر. طبعا تشوفوا مش كثيف كتير ولا سائل كتير، احنا عايزينه بالمستوى هذا عشان نضيف عليه اللي هو الكريمة الطبخ. كريمة الطبخ بتضيف طعم كتير طيب. بتعطي كثافة كتير حلوة. شوفوا ما بنحتاج لخلاط ولا حاجة، برضه بننتظر عليه لحتى يغلي شوية يجمد. بنضيف عليه إذا انتم حابين اللي هو جبنة. الجبنة طبعا هي سائلة بتكون، الموزاريلا تيح يعني، أي نوع انتم حابين. أنا ضفت اليوم نوع جديد بورجيكم إياه الوقت، يعني حاولوا تجربوا أي نوع، مش ضروري موزاريلا الأمريكية المعروفة، أي نوع. طبعا أنا دقتها قبل شوية، لقيتها شوية بدها ملح، ونخليها شوية حارة. فلفل أسود، نضيف الملح والفلفل الأسود، هي مقدار تقريبا معلقة صغيرة ونص معلقة فلفل أسود حسب انتو الرغبة. نحركهم. هاي الكثافة احنا عايزينها، بيجمد تلقائي لما ينحط بالفرن. بدروها فوق اللازانيا. انا حابة اضيف جبنة معاها، طبعا الجبنة هذه بتسيح هيها،
منها شوية عصفرات بس كتير طيبة. حديرها كلها. طلع بس بتسيح الوقت. احنا عايزينها هيك كتفتها. خلاص هيك انتهى دور الصوص. زي ما انتم شايفين هي شوف الكثافة كيف. طبعا ما لازم تكون هادية، لا بس هتكون مش هتلاحظوا اي تكتل، بل حتى لو بسيط يعني مش هيبين. انتو هيك هي خميرة كتير ها، شوفوا. انا حنضيف شوية، يا اما شوربة، ما في شوربة خلصت بتحطوا شوية مية سواء دافية او باردة عادي. وانا هنا بنجهزها. أنا عشان طولت عليها هي كرمشت هيك، بس امر طبيعي. انتوا حاولوا ما تطولش معاكم لما تسلقوها يعني، ثواني بس تبرد وعلى طول استخدموها. زي ورق العنب. في بحطوا خضار بدل اللحمة والجبنة حسب انتو ما بدكم. المشروم طبعا احنا ما بدناش نحشي منه، في بحشو بس احنا ما بدنا. بنضيفه على الشورب، بنلفه هيك خلاص بالطريقة هذه. هي بدي اقولكم عشان انتوا تكون عندكم جرأة للأمر، الهروت اتقطعت معايا اللازانيا، قطعتها بالنص وعملت كده صغير. وبعدين هاي الجبنة اللي قلتلكم عنها. بعدين احنا حاليا زاد عنا اللحمة والمشروم طبعا بدي احطه كامل مع اللازانيا. اللحمة اللي زادت انتوا يعني عادي ممكن تكملوا، بس انا عشان صار نقص عندي بكمل باللحمة واحطها على كل اللازانيا. يعني حتى لو في اطفال او احد ما بيحب اللازانيا بيقدر عن طريق الصوص واللحمة. ده اللي بقى نفرد كل اللحمة كمان ما بيبين. لو انتوا مثلا عازمة احد وحسيت بنقص هنا بتغطيه بالشقة هذه، بعدين بتحط الجبنة على السطح. ممكن هيك وتقطعوها قطع كبيرة حسب انتوا اذا بدكم. ممكن البشر ممكن تعملوها قطع مربع يعني، بتستسهل الامر يعني زي هيك وتختصروا عليكم الموضوع اذا كنتم مستعجلين. هي هتسيح وبتغمر كل منطقة. جبنة كتير رائعة، كتير يعني طيبة. بدكم جازفوا وشوفوا ايش الانواع يعني مش غلط. بتمنى ان شاء الله هيك تعجبكم. بستناها عاد بس نطلعها من الفرن، ندخلها الفرن تقريبا 20 دقيقة لانها اصلا يعني مستوية. هي بتسيح بس هي جاهزة الطعم مع بعض.
وبعدين بتقدموه مع شوربة مع معجنات اللي انتم بتحبوه. بنحط فوق طبعا الصوص. لو زاد شوية ممكن على فكرة يعني تصير زي تغميس بيحبوه، يعني خلاص جاد بحطوه بصحن يعني وبقدموه معاه، وممكن تحتفظي فيها المرة الجاية لو كانت كمية كبيرة يعني. احنا عشان بنحبه كتير هنحط. أنا شايف قديش ناقص ولا حاجة، ما في أحد بعد. خلاص هيو ما ننسى 20 دقيقة بالفرن بس ياخد وجه تحمير ويتجانس الطعم مع بعضه، وصحة وهنا عقلكم.